احنا دلوقتي وصلنا الكامب بتاع جيتور في ليوا علشان نتفرج على العربيات بتاعتهم بكل تفاصيلها. بدأنا اليوم بالماستر كلاس مع الأسطورة روبي جوردن علشان يشرح لنا ازاي الجي 700 بتتعامل مع الصحراء. دخل بيها الصحراء في تل مرعب وقدر يطلع التل لآخره. بعدين طلعنا بالجيتور التي 2 600 حصان علشان نعمل اوف رود تيست درايف. How are you? Good. How are you? Where we go? We'll go for a test drive. Test drive? We'll drive good? Yes. Okay, I will be with you. دلوقتي طالعين عشان نعمل التست درايف مع ميرزا، ان شاء الله خير يعني. واحنا طالعين الموضوع كان صعب جدا، ما كنتش متخيل العربيه هتقدر تكمل، بس اتفاجئت بادائها انها كملت عادي ووصلنا لحد فوق. احنا اكن الرمل مبلول، موضوع غربله. Arrived. Yeah, if you want to take pictures. يس احنا لسه واصلين على التل دلوقتي. العربيه جيتور التي 2 دي 600 حصان متعدله عشان تبقى اوف رود وتطلع في الصحراء في اي مكان. خدنا فوق صور على التل وسط الرمل وقابلنا باقي الشباب وتصورنا مع بعض. قدرتها في الصحراء مش طبيعيه. العربيه 1135 نيوتن متر، عزم قوي جدا يخليك تطلع التل وانت مطمن. وكمان اتفرجت على الانتيريورز بتاعه الجي 700 واتفاجئت بمستوى الفخامه. تعالوا افرجكم عليها. الكراسي دي بتكون منفصله لانها في اي بي. الارم ريست بينزل كده ومن هنا بيكون في زرار تدوس عليه عشان يفتح لك الكاب هولدر بتاعك. وفي زرار في الكرسي اللي انا قاعد عليه ده بتدوس عليه بيخلي الكرسي اللي قدام ده يتطبق خالص يتقفل، والكرسي بتاعك الظهر يتفرد على الاخر والليج ريست تتفتح عشان تنام براحتك. جي 700 بلاج-ان هايبريد بثلاث مواتير، موتور بنزين 2000 سي سي توربو 4 سلندر مع موتورين كهرباء، والمنظومه دي كلها بتطلع 904 بي اس مع عزم 1135 نيوتن متر. تانك البنزين هنا بسعه 100 لتر وبيمشيك في التفويله الواحده من 800 ل 1000 كيلو متر. تسارع الجي 700 هنا من 0 ل 100 في 4 ثواني فاصلة 6. الوصول للصف الثاني هنا سهل جدا لان في عتب على الجناب وفي هنا مقبض بمسك فيه وانا راكب، وهنا بيكون في زي ترابيزه تقدر تفتحها عشان تحط عليها اللابتوب او ممكن تاكل عليها، وهنا بيكون في شاشه ترفيه بتفتح من الشاشه اللي تحت مقاسها 17.3 انش، تقدر تشغل عليها اي حاجه ترفيهيه او تتفرج على اللي انت عايزه. وكان في مناطق ترفيهيه كتير جدا في الكامب زي البلاي ستيشن اريا ممكن تلعب فيها ماتشات او اي جيم تاني، وفيديو جيمز مختلفه ممكن تلعبها كانت حلوه جدا. وكمان مناطق سيميليتورز لسباقات عربيات كانت تجربتها حلوه جدا. وكمان هنا كان في ملعب لكرة طايرة ولعبنا وكسبنا أكيد، ومكان مخصص للضيافة والراحة. دريكسيون العربية هنا مستطيل وشكله شيك جدا وعليه من تحت حرف تي، وخامات الدريكسيون كلها بريميوم. والدريكسيون هنا بيتحرك في 4 اتجاهات من الجيوستيك دي، فوق وتحت وجوه وبره. شنطة العربية هنا بتفتح بالعرض، وعلى اليمين بيكون في مخرج لفيشة 220 فولت، وعلى الشمال بيكون في مخرج 12 فولت. والكراسي الصف الثالث هنا ممكن تتنيها على الاخر، بتتني كهرباء من الازرار دي علشان الشنطه توصل معاك لمساحه 574 لتر. والصف الثالث هنا مساحته بتكون كويسه جدا، والتحكم في ظهر الكراسي بتاعته بيكون كهرباء في الازرار اللي جنب كل كرسي. وهنا بيكون التحكم في الاير سسبنشن بتاع العربيه، تقدر تعليها او توطيها، وجنبه بيكون التحكم في الديفرنشال الامامي ممكن تفصله او ممكن تفصل الديفرنشال الخلفي. والناحيه الثانيه هنا بيكون الفور ويل لو، والزرار ده بيخليك تعمل ريفيرس بزاويه ضيقه عشان لو مزنوق في مكانه ومش عارف تلف. وهنا الزرار اللي بيشغل العربيه كهرباء بس او هايبريد، ووراهم هنا بيكون مكان المسند الوسطي بيفتح من الزرار ده بالشكل ده. ساوند سيستم هنا بريميوم دولبي سراوند من ليكسيون، في 18 سماعه متوزعين وموجودين حواليك في كل حته في العربيه. شاشه كبيره بعرض التابلو الترا وايد سكرين مقاس 35.4 انش، الجوده بتاعتها عاليه جدا والوضوح بتاعها عالي جدا في النهار. وشاشه الترفيه الوسطيه هنا مقاس 15.6 انش، فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو وايرلس. وهنا بيكون التحكم في الدرايف مودز، تقدر تغيرها زي ما انت عايز، ايكو ونورمال وسبورت وسنو وماد وساند وروكس. الباب بتاع العربيه بيكون فيه التحكم في الازاز والمرايات من المنطقه دي، وهنا المقبض اللي بتمسك منه الباب خامته كويسه جدا. خامات الكراسي الاماميه هنا من الجلد البريميوم وتصميمها حلو جدا، والتحكم فيها طبعا بيكون كهرباء في كل الاتجاهات، وفيها ليج ريست، والكرسي بيكون فيه مساج وفيه تبريد. والمنطقه دي بيكون فيها شاحن وايرلس ومكان تاني تحط فيه الموبايل. وعلى الشمال هنا بيكون التحكم في تبريد الكراسي والتحكم في التكييف في الزوم بتاعتك. والناحيه الثانيه على اليمين بيكون التحكم في تبريد الكرسي بتاع الراكب والتكييف بتاع الزون اللي جنبه ودرجات الحراره.
ودي اشكال ديكور في الباب بيشتغل عليها الامبانت لايتس بشكل حلو جدا، والخامات هنا كلها شكلها بريميوم وجوده التقفيل ممتازه. وكده يومنا الصبح خلص لحد هنا، علشان بالليل هنروح الميوزك فيستيفال في ايفنت جيتور. سلام.